يا جماعه مرمار بنسموه مرمار دنيس، داخل على الدنيس، داخل على الاربع يعني. ده اول استفتاحنا اهو، داخل على دود الرز زي ما قلت لكم اهو. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. النهارده يوم جديد ورحله جديده، رايحين مستهدفين المرمار وهنرموا زي ما قلنا كده، هنرموا على رملايه. طب الطعم معانا ايه؟ معانا برغوت ومعانا دود رز. دود الرز ده اللي هو دود الارض، غير دود البحر خالص. المرمار بيحبه وبيخش عليه. ومعانا برغوت، هنجرب ده وهنجرب ده. طب بنستخدمه ايه؟ بنستخدمه المكنه 2 متر برضو، عليها شعر 35. القرمه اللي معموله 20. السلاح 6 كفته زي الفيديو اللي فات. 4 عامل 4 اسلحه فوق وسلاح تحت، ومطعم الدود. وهنرموا كده رميه على المباشر مع بعض. يلا بينا كده نشوف هنعملوا ايه مع المرمار، ونطلعوا بالمعلومات بتاعت الفيديو النهارده هتكون ايه. يلا خليكم معانا كده ونرموا اول رميه على المباشر. يا جماعة بالنسبة للمرمار، سمكة بتخش شهر 5 تبقى موجودة معاك طول الصيف يعني. من الأسماك الشهية جدا. وطول ما في مرمار تحت رجلك في المية وعلم معاك، حط 5 أسلحة فوق بالمكنة وسلاح واحد تحت زي ما احنا شغالين. ولو بره محرف اشتغل بالبوصة بالسبحة، يا على ايدك يا بالفم. ما شاء الله مرمار يا جماعه. بنرمي في قرار حوالي 3 متر ورملايه قدام مننا مفيش وعر. هنوريكم المرمار وهو طالع دلوقتي. مرمار حجمه معقول، واكل على الفرده اللي فوق الرصاص على طول، على دود الرز. خليكم معايا. جماعة يعني أنا عارف إن معظم الناس عارفين الكلام اللي أنا هقوله، الناس اللي بتصطاد. بس لازم يتقال الكلام للناس اللي هي ما عندهاش خلفية عن البلامة. السمكة دي اسمها بلامة يا جماعة. دي موجودة بكثرة في الساحل كله، ماسكة الساحل كله، بتحب تعيش في الرملة البيضاء. السمكة دي لحمها جميل جدا، بس شايفين الشوكة السوداء دي؟ دي يا جماعة مسممة. يعني ايه؟ يعني لو شكتك او ضربتك بالشوكة اللي انا مزوم عليها دي، لو مناعتك ضعيفة بيجيلك حالة اغماء، ولو مناعتك قوية بتورم لك صبعك. هي كده كده مناعتك قوية، مناعتك ضعيفة هتورم لك صبعك، بس حسب المناعة ممكن توصلك لحالة اغماء. فنخلي بالنا منها يا جماعة، عشان في ناس بتفتكرها مرمار وبتمسكها بايديها كلها. فالشوكة دي يا جماعة نخلي بالنا منها قوي. انا لازم اقول الكلام ده، انا عارف ان معظم الناس عارفاه. الكبير بتاعها يا جماعة بالمناسبة طعمه حلو جدا جدا جدا، بس اهم حاجة ابعد عن الشوكة دي اهي. يا رب تكون واضحة. دي جماعة كابوريايا، غريبة إن هي داخلة عدود. فعايزين نشوفها بقى ذكر ولا انتاية، زي ما قلنا المعلومة بتاعت الفيديو اللي قبل اللي فات. كابوريايا حلوة ما شاء الله يعني. دي ذكر من بطنها كده يا جماعة. هنعيد المعلومة تاني، الفرق بين الذكر والنتاية للكابوريا. بنشوف بطن الكابوريايا اللي احنا شايفينه الخط المستطيل ده ذكر. النتاية بيبقى كيرف. قلنا الكلام ده في الفيديو اللي فات. خليكم معايا. كابوريا ما شاء الله حجمها حلو قوي. هنرمي رمي على المباشر كمان كده مع بعض يا جماعه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك عشان الفيديو ينتشر لأكتر ناس.
زي ما اتعودنا في كل فيديوهاتنا هنشوف الحصيلة في آخر الفيديو. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون مفاجأة، مفاجأة البوري، وطريقة سهلة جدا تقدر توقع بيها البوري. وفي كل فيديو يا جماعة هتلاقوا معلومات الفيديو بالكامل في صندوق الوصف تحت الفيديو. مرمار يا جماعه. واكل فوق. مرمارة اهو يا رجاله، خليكم معايا. ده يا جماعه ده بوري بطريقه الربع، اللي ان شاء الله ان شاء الله هنشتغلوا عليها وهنوضحوا للناس القرمه دي بتتعمل ازاي، اللي زمان احنا بنقولوا عليها بالون. ده بالون بالطريقه القديمه بتاعتنا، بيتقال عليه ربع وبيتقال عليه بالون. ده اهو كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وادي البرايه هنا شغال بيه. بس هعمل فيديو مخصوص ان شاء الله انتظروه، البوري بطريقه الربع او البالون زي ما احنا شايفين كده. اللهم لك الحمد. دي كانت الحصيلة يا جماعة. المرمار دخل علينا بأحجام حلوة جدا الصبح. بعد كده خدت كبشة البوري دي بعد ما المرمار قطع، واشتغلت بالربع او زي ما احنا بنقوله زمان بالبالون. خدت 8 حتت في وقت قصير جدا. ان شاء الله هنعرفكم القرمة بتتعمل ازاي للناس اللي ما تعرفش القرمة بتاعت الربع، وازاي توقعوا البوري السمكة الحساسة جدا بمنتهى السهولة. المرمار لسه ما دخلش بكترة. الكابوريا دي يا جماعة حجمها حلو جدا ومعقول جدا. وبرضو بنأكد المعلومة لتالت مرة، الفرق بين الذكر والنتاية في الكابوريا زي ما احنا شايفين كده. وقلنا المستطيل ده كده الذكر، والكيرف لما بتاخد كيرف كده بتبقى النتاية. استنوني في الفيديو اللي جاي، وان شاء الله ما تنساش تعمل لايك للفيديو زي ما قلنا عشان الفيديو ينتشر لأكتر ناس. وانتظروني في الفيديو اللي جاي البوري، وازاي توقع البوري بمنتهى السهولة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.